ليلى عبد اللطيف تنبأت برحيله من فترة وتعب جدا قبل ما يسيب الدنيا ويمشي، والكل كان حاسس إنه جريء والناس كانت بتخاف منه وما كانش بيفرق معاه أي حد. قاطع والدته 3 سنين وزعل من أخته جدا، اتجوز مرتين، واحدة رسمي والتانية على ورقة من فنانة مشهورة. غلط في أحلام قدام الناس كلها ومشاكله مع إليسا مش بتنتهي. أصالة قالت في حقه اللي ما يتقالش، واللي بيحبوه في الوطن العربي ياما. زياد الرحباني واحد من أهم الملحنين والموسيقيين في الوطن العربي، وأمه جارة القمر فيروز. يا ترى ليه ما اتكلموش مع بعض لمدة 3 سنين؟ وهل فعلا أخته كانت السبب زي ما الناس قالت؟ وليه في مشاكل كتير بينه وبين أصالة؟ تفاصيل كتير عن زياد الرحباني هنعرفها في الفيديو ده، والمفاجآت عن حياته مش متوقعة. زياد الرحباني من وهو صغير مش بيعتبروه طفل عادي، واول اغنيه لحنها كانت لوالدته فيروز وهو عنده 15 سنه، والاغنيه دي هي سالوني الناس. وقدر رغم سنه الصغير انه يقنعها بالحانه، بس زياد مع كل سنه كان بيكبر فيها كانت ليه دماغه وطريقته المختلفه عن اللي حواليه، واللي اتميزت بالجرأه وانه مش بيفرق مع حد، مش بس في الوسط الفني لا كمان في الوسط السياسي. ومع اوضاع لبنان اللي كان فيها تفاصيل كتير على مدار سنين كان بيخرج ويواجه ويقف قدام اي حد ومش بيفرق معاه خالص، لدرجه انه كان بيزعل وبيزعل ناس كتير قوي منه، اولهم اصاله اللي كانت بتشوف انه هلهلي وما ينفعش فنان يبقى كده، وكمان كانت بتتضايق من طريقته في الكلام والانتقاد اللي بيعمله مع اي حد، وشايفه انه بيعتمد على ان والدته فيروز، وده غلط. اما بقى جرأته فودته لمشاكل تانية خالص، كان اولها مع احلام شمسي، واللي كان مش بيشوفها مغنيه ولا اي حاجه، هو شايفها حاله وما ينفعش انها تقيم ناس في الاصوات، وعلشان هو مع حريه الراي فعادي هيسكت. انما بقى اليسا فما كانش بيحب صوتها خالص وعنده مشاكل معاها، وشايف انها برضو ما ينفعش تقعد تقيم اصوات لا صغيرين ولا كبار. وممكن المشاكل دي في حياه زياد الرحباني كانت كتير قوي، لدرجه انها وصلت انه فضل هو وفيروز مش بيكلموا بعض لمده 3 سنين، علشان هو خرج في برنامج وانتقدها وانها بتحب ناس في الحياه السياسيه وهو مش بيحبها، وهي زعلت منه وهو ما سالش، وزعل كمان لما اختها ريما ومدير اعمال والدته اتدخلوا وزودوا الموضوع بينهم، لحد ما زياد قرر انه يصالحها بالطريقه بتاعتها وكلمها من رقمه، وفضل ساكت لحد ما هي تتكلم، واول ما اتكلمت عاتبته وشتمته كأمه يعني، والموضوع بينهم خلص وهو راح لحد عندها وصالحها. حياه زياد كانت زي ما بيتقال كده ممشيها زي ما تيجي، اتجوز اول مره في حياته وخلف ابنه الوحيد، وحصل بينهم مشاكل ورفعوا على بعض دعوى انفصال، والموضوع اخد بينهم وقت طويل. في الفتره دي وقتها حب الفنانه اللبنانيه كارمن لبس، وكانت هي كمان حياتها مش احسن حاجه، وكانت منفصله عن جوزها، ولحد ما خلصوا كل المشاكل اللي حواليهم كتبوا ورقه وقالوا انهم اتجوزوا قدام ربنا، وفضلوا سنين عايشين مع بعض كاتنين متجوزين، والناس كلها كانت عارفه. وبعد سنين طويله وبسبب الغيره انفصلوا عن بعض. بعدها زياد ما ارتبطش تاني وفضل عايش مع نفسه وبس، وقبل رحيله والتعب ما يشد عليه والعلاج ما يبقاش قادر عليه، ليلى عبد اللطيف اتنبأت برحيله وان الموضوع مش هيبقى سهل. ربنا يرحمه ويصبر اهله وكل اللي بيحبوه.